البنات نتاع العالم كامل رجعوا باربي، مش البنات برك، مام الولاد ورجعوا باربي. اللي لابس باط غوز لابس، واللي حاط قرمات غوز حاط. أما مواقع التواصل الاجتماعي رجعت كامل غوز، سيرتو موسيقى أكوا اللي راهي ترند هذا العام، واللي تمثل موسيقى باربي. شكلت عالم خيالي 100%. والشي اللي يخوف أكثر علاقة هذا الفيلم بالمنظمة الماسونية. صح، فيلم باربي عنده علاقة بهذه المنظمة أم مجرد إشاعات؟ أهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم القصة اللي وعدتكم بها في الفيديو السابق، واللي هي حفل الموت مع ترافيس، ومعها جبت لكم موضوع التيرنت وهو فيلم باربي. مش علاقة فيلم باربي مع المنظمة الشيطانية؟ إذا حبيتوا تعرفوا ما تنساوش لايك للفيديو، أبوني للقناة وتفعلوا زر الجرس إذا حبيتوا طبعا. المهم قبل ما نعرفوا على موضوع التيرنت نكملوا قصة حفل الموت اللي دار ضجة سنة 2021 واللي حكيت عليه في الفيديو السابق. واليوم راح نوضح العلاقة نتاعو بموضوع التيرنت فيلم باربي، في التفاصيل اللي صارت لداخل في هذاك الحفل اللي صار في 5 نوفمبر 2021 واللي سموه حفل ابن الشيطان ولا حفل الموت. بعد ما تعمقت في هذا الموضوع اللي كان خطير نوعا ما، واتضح أنه في هذاك الحفل انتشرت المخدرات والمنشطات مع الملابس الفاضحة والإكسسوارات الخاصة بطقوس عبادة الشيطان. حتى صورة سكوت نفسه على الألبوم الجديد واللي مصور فيها عين الشيطان وشكل أسنانه الغريب. أما من ناحية الموسيقى كانت موسيقى مرعبة وساخبة، تنتمي لموسيقى بلاك ميتال، وهي التي تسمى بالمخدرات الصوتية. وهذه الموسيقى تنتشر من موقع ديب ويب. وهذا النوع من الموسيقى الشيطانية تم إثبات تأثيرها على الدماغ ورسائله المشفرة والمعكوسة. تم إثبات ثاني أنها تحفز الجانب الشيطاني داخل الإنسان وتخليه ما يتحكمش في نفسه، وممكن أنه يأذي نفسه ويأذي الناس اللي من حوله، وهذا بدون وعي منه. يعني يرجع كأنه شارب حاجة أو مسلوب الإرادة وكأنه ماهوش في عقله. هذه الموسيقى كاينة بالفعل، تقدر تبحث عنها في الانترنت. والشي اللي حصل بعد بداية الحفل واندماج الجمهور تحت تأثير الموسيقى، فجأة بداو بزاف مراهقين يفقدوا في الوعي وتجيهم تشنجات وناس تسقط على الأرض جثة هامدة. يعني الناس ماتت حقيقة وهي تسمع في موسيقى نتاع هذاك المغني. والعجيب في الأمر أن منظمي الحفل والمغني نفسه جاهلوا هذه الإغماءات اللي راهي تصرى ورفضوا أنهم يوقفوا الحفل، رغم أنهم عبالهم باللي كاينين قتلى وبالغ عدد الضحايا في ذاك النهار 8 ضحايا موتى من المراهقين، و20 حالة إصابة بأعراض غريبة تشبه الإصابة بنوبات قلبية، و300 حالة جاتهم تشنجات عصبية. والشي اللي خوف أكثر أنه ورغم الإغماءات اللي راهي صارية داخل هذاك الحفل، بعض الشباب والبنات طلعوا فوق الأسطح نتاع سيارات الإسعاف اللي كانت مقارية ثم وبداو يشطحوا ويرقصوا بجنون وكأنهم داخلين في عقولهم. الناس اللي دخلوا باه ينقذوا الضحايا قالوا للمغني وقف الحفلة، إلا أنه المغني ما قبلش أنه يوقف الحفلة وقال لهم كل نوقف الحفلة راح يموتوني، وهذا يعني أنه يغني لصالح جهة شيطانية غامضة. والعجيب في الأمر أنه كاين موقع نشر الفيديوهات نتاع هذه الحفلة الشيطانية، وهذه الفيديوهات تسربت من داخل الحفلة، إلا أنهم بعد ساعة وتحذفوا. أما تقرير الشرطة الأمريكية اللي أكدوا أنه كان في عدة أشخاص متخبيين في هذاك الحفل ويحقنوا في الحاضرين بمادة مميتة. وبعد انتشار أخبار هذا الحفل ارتفعت القضايا نتاع هذا الحفل إلى 280 قضية. ورغم ضخامة هذا الرقم إلا أنه هذو الناس كامل اللي دخلوا في هذه القضايا خرجوا منها كالشعرة من العجين.
والغريب في الأمر أنه سعر التذكرة الواحدة لهذا الحفل المشؤوم ما بين 5000 و 6000 جنيه، يعني حوالي 2,634 ألف بالدينار الجزائري. هذا سعر التذكرة الواحدة، يعني شراو الموت بدراهمهم. هذا اللي أكد أنه هذا الحفل كان للطبقة البرجوازية، لأنه 6000 جنيه بمصر مبلغ قادر يكون راتب موظف. المهم سقسيت واحد مصري قال لي أنه هذا الراتب هو راتب الوالد نتاعو. والكارثة اللي أكثر من هذه أنه اللي حضروا لهذا الحفل العمر نتاعهم يتراوح بين 16 سنة و20 سنة، يعني جيل جديد ومراهقين. هذا أخطر حفل دون التاريخ، واللي حاب يفهم أكثر ويعرف حقيقة هذا المغني دوك نخلي لكم رابط الفيديو السابق في التعليقات. ومع موضوع الترند وفيلم باربي اللي كان راح يتعرض في 21 يوليو من 2023 وتم منع مشاهدته في الكثير من الدول العربية، كما أن الكثير من النقاد يعتبروا أن فيلم باربي ما هوش فيلم عادي كما راه يوضح لهم، لأنه يستهدف الفئة المراهقة اللي أعمارها من 13 سنة وطلع. كما أنه يعتبر الكثير من النقاد أنه فيلم باربي هو فيلم ماسوني بالدرجة الأولى، والقصة نتاعو فيها رسائل غير مباشرة، أنه القصة المستهدفة ما هيش قصة باربي الدمية، إنما يستهدف قصة باربي اللي كانت عايشة في الجنة ومن بعد تعاقبت وهبطت للعيش في الأرض. وكما قلت لكم هذه مجرد آراء للكثير من النقاد. ومن الناحية العلمية وضح الكثير أنه مثل هذه الأفلام عندها تأثير اسمه تأثير الإعصار، يعني أنهم يغيروا كل شيء في طريقهم ويخلقوا معايير جديدة تأثر على الجيل اللي يكون فيه الإنتاج متاع مثل هذه الأفلام، وهو الجيل المستهدف وغالبا ما يكونوا المراهقين. هذا هو الفيديو متاع اليوم. وش رايكم؟ أسكو صح فيلم باربي يستاهل هذه الضجة كامل أو لا؟ المهم بقيكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.